السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات نونو. اليوم جيتكم بهاد الطلبية تاع بوكس لشخصين. هنا عندي ميني كيك وعندي زوج ليفيرين تاع التحلية. راح نبارطاجيه معكم خطوة بخطوة. اللي حبت دير مشروع منزلي مربح في الميني كيك تبع الفيديو هذا. نبداو على بركة الله. اول حاجة نديروها عندي الجينواز. لهنا عندي 4 بيضات بحرارة المطبخ يكونوا كبار، واذا عندكم بيضات صغار ديروا 5. حكمت البياض، فصلته على الصفار، درتلو رشه تاع الملح وبديت نطلعوه كذا بشويه. راح نديرو الجينواز هذه بالملعقه. عندي 4 ملاعق كبار تاع السكر عادي، راح نلوحهم هكذا بالتدريج ونخلطوه حتى نحصلوا على خليط يكون ابيض كي يجيكم ميرانك. ثم حبسوا وديروا عليه الصفار. لهنا الصفار راني درتلو منكه تاع الكراميل. انا نعشق المنكه تاع الكراميل، يمد واحد الكو هايله سورتو لمحبين الشيكولا. يعني كي ديري الجينواز تاعك فيها الكاكاو ديري لاروم تاع الكراميل راح تجيكم واحد البنه هايله. نخلط هكا مليح نزيدو في السرعه. ومن جهه الكوشات الفور تاعي راهو يسخن، راح نشعلو من التحت برك. ومن بعد باش ندير فيه الجينواز لازم يكون سخون. هنا راح نلوح الصفار بالتدريج بعد ما تحصلت على ميرانج. نخلطو غير شويه برك ونبداو نلوحو النواشف مع بعضهم. شي هو لازم يكونوا مغربلين. هنا عندي ملعقه كبيره معمره مليح بومبي كاكاو بني. راح نزيد مغرف كبيره نتاع الفرينه تكون حتى هي بومبي. نغربلوهم في زوج مع بعضهم هكذا. نزيدو المغرف الثاني تاع الفرينه. نغربلوهم هكذا. من بعد نلوحو نخلطو بالفوي من الفوق لتحت باش ما يهبطش الجينواز تاعكم. ونزيدو المغرفه الاخرى. من بعد نديرو مغرفه الاخرى اللي هي المغرفه الرابعه تاع الفرينه. ولازم تعمروها مليح. وشوفوا كيف راني نخلط غير من الفوق لتحت. ونبقى ننفض في الفوي هذيك حتى نسيح الجينواز اللي فيها. جبت بلا فرشلو ورق طاهي، درتوه هكا مليح، طلعته على كوتي. البلا هذا القطر تاعو 38 سنتيم على 27 سنتيم. فرغت فيه الخليط كامل بسباتيل هكا. من بعد نمشيه بالسباتيل هذه تاع الحديد. ومن بعد ندخلو الكوشه الفور يطيب من التحت حتى يتحمر شويه برك. نعاود نطفيلو نشعلو من الفوق. تعرفوا الجينواز ما تديش وقت كبير في الفور في الكوشه. المهم يا البنات شوفوا لهنا راني نمشي فيه هكا بهذه الطريقه. وراح نقطعوه من بعد بالسارسو قطر تاعو 11 سنتيم. لازم تمشيو هكا على كوتي كامل باش تجيكم الجينواز على استقامه واحده. من بعد كي تطبعوا بالطابع تاعكم راح تمد لكم حبه قسختها، يعني ما تجيش جهه مايله جهه طالعه، تجيكم مليحه. هنا خبطوا شويه دخلتو يطيب. بعد ما طاب من التحت شعلتوه من الفوق زاد تحمر شويه برك. ودرك خليته حتى برد خلاص ونحيتوه هكا. شوفوا كيف نحيوه بكل سهوله. وهنا راهو بارد. راح نطبعو بالسرسو هذا قلت لكم القطر تاعو 11 سنتيم. راح يدير لي 4 دوائر. يعني الكيكه هذه فيها 4 طبقات. وكما قلت لكم اذا بغيتوا الجينواز تجيكم خشينه زودوا برك البيض. وكل بيضه قبلها مغرف سكر ومغرف بومبي فرينه. واذا بغيتوها هكا تجي رقيقه ديروا كما درت انا 4 بيضات كبار. اللي هنا قصيتهم صاير الجوانب هذو الزوائد هذو اللي قعدوا بغيتوا ديروهم بعد في ليفيرين التحليه، ولا بغيتوا تخبيوهم تكونجليوهم كي تكون عندكم كوموند تاع الثومه خدموا بها نورمال. فوتوا الكرام شونتيي. عندي لهنا 2 كيسان كرام بودره شونتيي بلانش ناج انا نخدم بها. لهنا راح نكيل 2 كيسان ما بصح ماهمش معمرين مليح، يكون بارد بزاف. نطلعوه بالباطور غير بشويه على الاول. ومن بعد نطلعوه بسرعه قويه باش نحصلوا على كريمه تكون خفيفه ويكون القوام تاعها متماسك. حتى وتطلع لكم هذيك الكريمه زيدوا ضربوها مليح باش تضاعف بزاف ويذوب هذاك السكر اللي في الكريمه. خاطر بلانشناج كي تشريوها تلقاوها خشينه شويه او شغل تجيكم حرشه. بغيتوا تغربلوها في الاول، بغيتوا تطلعوها هكا باش يتنحاو الحبيبات هذوكم. بعد في الليصاج ما ديرلكمش ما ديرونجيكمش وما تمدلكمش منظر ماهوش مليح. اقعدوا ضربوا مليح بالباطور حتى تضاعف الكريمه هذه ويذوب هذاك السكر. تحصلوا على كريمه هايله سواء في الحشو ولا في الكريمه نتاع التغليف. هنا عندي 2 مغارف كبار معمرين مليح شوكولا تارتيني او بتيلا. راح نخلطها هكذا مليح. وانا نفضل اني ندير شوكولا تارتيني ولا تذوبوا شوكولا فيجيكا ودادا على حمام ماء تخليوها حتى تبرد وتخلطوها بهذه الطريقه. خاطر في الصيف باش تحكم الكيكه روحها. يعني من بعد كي ديروا الكيكه في الفريجيدار تبرد راح تحكم لا فورم تاعها وما تتحركش. اللي هنا جبت سوطرت القطر تاعو حوالي 16 سنتيم ولا ليسونسيال يكون كبير على الكيكه.
راح نحط الطبقه الاولى تاع الجينواز نشربها. هنا شربات كنت درت كاس سكر معمر، وتزيدوا معاه 2 كيسان ماء، تخليوه يغلى حتى تحصلوا على شربات تكون ما حلوه بزاف، ما تما ما تجيش ناقصه حلاوه، ما تجيش حلوه بزاف، تجي بين وبين. كي تطفيو عليها ديروا لها لاروم تاع الكراميل، ولا بغيتو ديروا لها الفاني وتخليوها هكا. كي تبرد تبداو تشربوا بها الجينواز. هنا جبت الكريمه بديت نمشي بها سباتيلكا، ولا ديروها في الكيس الحلواني تخدموا بها نورمال. لهنا راح ندير شويه نتاع مكسرات. لهنا اللوز عندي حمصته في الكوشه، خليته حتى مبرد مليح، ومن بعد قصيته هكا مرصوات وحطيته. نزيد شويه تاع الجوز، عندي حتى الكاجو ليسونسيال، عندي شويه مكسرات قلت نديكوري بيهم نحشي بيهم. وديجا ما راحش ندير شوكولا تارتيني خاطر نكتفي اني درتها في هذيك الكريمه. بغيتو تزيدوا ديكوجا الكراميل ولا طوفيا كراميل، لكم الاختيار. هكا باش البري تاع الكيكه يجي شويه ناقص، وفي نفس الوقت راح الزبونه تقبل انها تكوموندي عليك كي تشوف البري يساعدها. وهذا المشروع تاع لي ميني كيك راهو ساهل ماهل، وربي ان شاء الله راح ندير لكم دوره. البنات اللي بغاو يتعلموا ومرحبا بهم يتواصلوا معايا في الفيسبوك، وخلي رابط الفيسبوك تاعي في صندوق الوصف. اللي حبت تدير عندي دوره تاع لي كيك تجي مرحبا بها، راح اخلي لها فيسبوك تواصل معايا وفهمها كيف راني نخدم. المهم هذا المشروع بغيتو ديروه غير ب200 الف وانتوما درتوه. شوفوا يا البنات، مثلا تجيبوا 200 الف تشريو السلعه، تشريو السلعه تاع لي ميني كيك كامل وشويه حتى 2 ليفيرين، وتجربوا ديروا بوكس، حطوه في الفيسبوك، فتحوا باجا نتاع حلويات ولا لي طارت كيما تحبوا، وصوروا هذاك البوكس وحطوه. قولوا متوفر مثلا، وحددوا له البري تاعو. اذا تباع مرحبا، اذا ما تباعش راكم تاكلوهم نورمال بالصحه والهنا. ليسونسيال اذا تباعوا لقاوه بنين وعجبهم وكلش، راح يزيدوا كومونديو عليكم. وحده تقول لوحده هكا بشويه حتى يكبر المشروع تاعك وتولي تخدمي. هنا نفس الطبقات خدمتهم كامل كيما الاولى، وراح نكمل نديرها في الفريجيدار تبرد. نمشيو بالطريقه هذه باش تجي متقونه. مش تقولوا كي عاد راح نحشيها برك نمشي عليها الكريمه من الفوق، ما نتقنهاش نديرها نسقدها ونلوحها في الفريجيدار. لا لا، الاتقان يبدا من الطبقه الاولى كي تبداو تحشيو فيها باش تجيكم خدمتكم فينيا. اللي هنا نجيبو سباتيل ونمشيو هكا على لي كوتي هذيك الكريمه كامل، ومن بعد نديروها في الفريجيدار تبرد. لازم ديروها تحكم روحها حتى 3 سوايع ولا 4، ومن بعد تجبدوها وتغلفوها. هنا قعدت لي الكريمه هذه ديجا راح نحشي بها طرطه واحده اخرى. اللي هنا عندي كريم شونتيي هذه درتها عاود طلعتها بيضه، نفس الطريقه اللي طلعت بها كريم شونتيي تاع الحشو نطلع بها تاع التغليف. اللي هنا قبل ما تحشيو بها ما تغلفوا بها لازم تخلطوها مليح مليح باش تحيو لها هذيك الرغوه. تعرفوا باللي كريم شونتيي كي يطول شويه تبدا دير لكم واحد الرغوه تبغي شغل تتخمر. هنا عندي في هذا الكاس درت شويه كريم شونتيي طلعتها، درت لها ملون بودره فروكتا كيما راكم تشوفوا، درت لها لاروم تاع الفراز ونخلطها مليح مليح خاطر الزبونه قالت لي بغيت الكيكه تجي في الغوز. هكذا نخلطو مليح مليح، ما نديرها في الكيس الحلواني نحطها لاجيه. ودرت ثاني البيضه حطيتها بجيه. لهنا راح نحي الزوائد هذوك تاع الكريمه اللي خرجوا لي هكا، باش من بعد ما تخلطليش الكريمه الباج مع الغوز وراح يمدلي لون ما باليش كيفاه. لهنا راح ندير الكريمه كيما تشوفوا بالكيس الحلواني بهذه الطريقه، نمشيها حتى نوصل للنص تاع الكيكه، ومن بعد النص الفوقاني نديرو بكريمه بيضاء. نتوما ديروا اللون اللي تحبوا ولا اللي قالت لكم عليه الزبونه. ليسونسيال هذه هي الفكره، وانتوما كيما بغيتوا تخدموا. نمشيو بهذه الطريقه. راهو الفيديو يوضح يا البنات، يعني حاجه سهله مهله. الكيكه هذه كنت حسبتها هي وليفيرين ب100 الف، يعني اللي هنا الكيكه تاعي 11 سنتيم. الحشو كيما شفتوا يعني ما حشيتهاش بزاف ما راحش تسقام لدرجه. وشي هو اذا كان الحشو مختلف وحشيتوها مثلا بالطبقه المقرمشه ودرتو فيها البنان ودرتو فيها بزاف حوايج، اكيد البري راح يزيد هو. وفليفيرين ثاني انا درت لها بوكس خفيف ظريف كيما بغات هي. اللي هنا شفتوا كيفاه مشيت الوجه بسباطيل، من بعد نجيو هكا على الجناب ونزيدو نمشي بالطريقه هذه حتى نتحصلوا على كيكه تكون متحوفه. من بعد كي نكملوا خلاص راح نسيوها بالماء مغلي باش نتحصلوا على الوجه الاملس. اللي هنا درت بلاكوبات، نحيت الزوائد هذو كامل. وثاني راح ندير لكم الكيكه تاعكم على استقامه واحده. شوفوا كيف راني ندير الكريمه على الجنب باش ندير حواف حاده. حاولوا كيفاه تخدموا وما تخلطوش اللون الابيض مع الغوز، يعني شويه انا تخلط لي من التحت بصح معليش مع الوقت برك توالفوا نوالف ما معناها. ونورمالمون راني غلفتها كامل بالبيض ومن بعد درت لها الغوز من الفوق باش تجيني متحوفه اكثر.
ليسونسيال البنات اللي جاوني في الدوره اكيد نعلمهم الاتقان، نعلمهم كل شيء من الالف للياء، بربي ان شاء الله تخرجوا فرحانات من عندي. انا هنا راني نمشي هكا بالماء المغلي، دركا راني صباطي اللحو في الماء المغلي غير يتبل شويه نفضو ومن بعد نبدا نليسيه بهذه الطريقه، ونمسح ثاني صباطي باش ما يقعدليش الكريمه هذيك الغوز، ونخمج بها الكريمه البيضاء. اللي هنا جبت لادوي هذه تكون مسننه هكذا، يعني الموديل هذا رانا نلقاوه في الحوان تاع لوازم الحلويات ديما. نمشي بهذه الطريقه، نضغط شويه ومن بعد نمشي هكا ونخدم به، وتكون الكيكه تاعي واجده. غير نزيد لها الديكور من الفوق برك اللي هما البابيونات هذوك اللي كنت خدمتهم بالدبله، نزيد ساعه الكريمه هكذا من التحت. قلت نكسر شويه اللون هذاك الغوز باش تجيني متقونه وتجي مليحه. ما تنساو تمسحوا السطر تاعكم كي تكملوا باش تجي الخدمه نظيفه. لهنا الكريمه اختياريه، بغيتو ديروه هكا، بغيتو ديروه دبله، بغيتو كيما بغيتو تكسروا اللون كسروه نورمال. واذا عندكم رشاشه هذيك الفشفاشه اللي ديروا بها اللمعه هذيك من الفوق ديروا نورمال، راح تزيد لكم النص في الكيكه تاعكم. هنا راح نلصق البابيونات هذو صاي كنت خدمتهم قبل، وكي تحطوا البابيون هكايا بنات شفتوا الخيوط هذو اللي هبطوا حاولوا ترشقوهم شويه يلصقوا باش من بعد ما ديرونجيش الكيكه، وتشغل الدبله هذيك تولي تفسد لكم الكريمه، قادر تخلط لكم الورديه مع البيضه. المهم تنزل لكم منظر ماهوش مليح، نتوما لصقوها خير باش تجي خدمتكم تحوفه. من بعد نزين بعجينه السكر، يعني نحط الاسم هذاك اللي على الكوتي تاع سوتارت، ونزيد نحط فوق الكيكه هلا و20 يعني مرحبا ب20 سنه، ومن بعد نصبغها بالناكري كوندوري. لهنا جبت الكردو، بديت نحط شويه كريمه على الاسم تاعها بهذه الطريقه، نلصقها نخليها حتى تفيكسات شي شويه، من بعد ندير لها الناكري نخلطو مع شويه تاع زيت ونصبغ به. نفوتو درك الليفيرين تاعنا. لهنا شريت زوج هذو، ومن بعد شريت سوبر كريم ودرتو هكا كطبقه اولى. قلت كي عاد الكيكه فيها الغوز خلي حتى الاخر نديرو بذوق الفراوله باش ننسق شويه الالوان. هنا مشيت كرام شونتي بالطريقه هذه، غير ندورو شويه ومن بعد نجيبو شويه تاع غوفريت ولا مادلان. ليسونسيال غوفريت تكون نوعيه تاعو مليحه ولا مادلان، وتفتوه بهذه الطريقه. انا ما بغيتش ندير الجينواز خاطر الجينواز ما بغيتش نديرها في الكيكه، ونزيد نديرها في ليفيرين، بغيت نبعد شويه في الكو. هنا كي نكمل راح نزيد ندير كرام شونتيي هذيك الغوز، ونمشيها بالموس باش نمسحها على الوجه تاع ليفيرين وتجيني مليحه بهذه الطريقه. وانتم الكريمه كما بغيتو ديروا بغيتو تخدموها بكريم باتيسير. انا ديجا الوقت كان ضيق حكمت الطلبيه هذه، تقدروا ديروا كريم باتيسير، كريم موسلين، ليسونسيال، اي كريمه بغيتو ديروها ديروها. انا درت لها هكا وعجبها البوكس الحمد لله. نمشيو بالمسكه، من بعد نجيبو سوبر كريم نزيدو نديرو طبقه هكذا من الفوق، نمشيوها مليح، ومن بعد نزينوها بالترونش تاع الخوخ وشويه تاع مكسرات اللي هو الجوز، ويكون البوكس تاعنا واجد. بلا ما نساو نصبغ الساعه الاسم هذاك باش نكسر شويه اللون تاع البيض ويبان الدوري هكا مع الغوز والبيض يجي باهي. هنا لي طرونش هذا تاع الخوخ درتهم، تعرفوا باللي الفراز ما كانش وتالي ندير طرونش تاع الفراز خير. هنا بديت نحط بعجينه السكر هذه اللي كتبت بها هلا و20، ومن بعد نصبغها كما قلت لكم يا البنات. ومن بعد تكون الطلبيه تاعنا واجده نديرها في الكرتونه. كما قلت لكم البري تاع هذا البوكس جاني ب100,000، وبلا ما نساو نحسبوا حق الباطه ب5000، يعني جاني 105,000. هي قالت لي هي البيض هذو نورمالمون رانا نشريو فيهم 6000 الباطه، انا قلت نقص 1000 هذيك ونحسبه لها هكا، خاطر لي بواط ماشي هاك اللي لقاوهم باطل، ولا مثلا نشري بالكونتيتي باش نقصوا فيهم البري. الله غالب كل شيء غالي الوقت هذه. اللي هنا جبت الحلويات هذا شكل نجمه، قلت نكسر بهم حتى هما شويه اللون، ودرت شويه عقاش بيض، ويكون البوكس تاعنا واجد بالصحه والهنا ان شاء الله. المهم البنات ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ونحاول نبارطاجي معكم الماكسيموم باش تعلموا وديروا دورات في دياركم، ما كان لا يعني تخسروا عليهم دراهم بزاف. بقى لي غير نقول لكم في امان الله، السلام عليكم.